الفترة الأخيرة اكتشفت غسول مصري تحفة ينفع لجميع أنواع البشرة. زي ما انتم شايفين بعد حملة مقاطعون قررنا هنا في العيادة ان احنا نكتب كل حاجة مصرية بدايل للمنتجات المستوردة، بالذات لو كانت الحاجات المصرية دي نتيجتها زي المستوردة وأرخص كمان. لو انتوا أول مرة تشوفوني، معاكم علاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، وتعالوا معانا أعرفكم ايه هو الغسول اللي هيديكي بجد نتيجة مختلفة وحلوة جدا عن أي غسول جربتيه قبل كده. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ الغسول اللي انا بتكلم عليه اسمه غسول ديب كلينر. الغسول ده بقى ايه اللي خلينا نستخدمه؟ زي ما قلت لكم ان احنا بدانا نعمل بحث ونجيب غسولات نجربها تكون بدايل للغسولات المستورده. وزي ما قلت لكم اي غسول هيكون مصري او اي منتج مصري هيكون كويس لازم نديله حقه واكتر كمان يا بنات. الغسول ده بقى حجمه قد ايه؟ حجمه 200 مللي، هو مضاد للبكتيريا، كمان بيعالج حب الشباب. اكتر حاجه بقى لفتتني في الغسول ده ان هو ينفع لجميع انواع البشره، وبناء على كلمه ينفع لجميع انواع البشره انا كبشره عاديه استخدمته وخليت جوزي اللي بشرته دهنيه كمان يستخدمه علشان اشوف نتيجته على البشره العاديه وعلى البشره الدهنيه، علشان اديه لاي حد وينفع لجميع انواع البشره وانا مطمنه. مكوناته ايه بقى الغسول ده؟ الغسول بيحتوي على حمض الجلايكوليك اسيد والساليسيليك اسيد، ودول اللي هم اصلا بيعملوا تقشير بسيط للبشره وبيعالجوا الدهون وبيقللوا شويه الدهون، وكمان بيعملوا على التنظيف او تقليل رؤوس السوداء والبيضاء. عندك كمان زيت شجره الشاي الاخضر، وزيت شجره الشاي الاخضر معروف ان هو بيرطب البشره وبيحارب البكتيريا الضاره، ولو عندك حبايه بينشفها شويه. الحاجات دي خاصه بالبشره الدهنيه. طب لو هنتكلم على البشره العاديه او الجافه، في نسبه من البنسينول، وطبعا انتوا عارفين قد ايه البنسينول مرطب، في نسبه كمان من فيتامين ه، وفي كمان جل الصبار. جل الصبار ده اللي بيعالج الحروق او الالتهابات، والفيتامين ه بيدي نضاره كويسه جدا، وفي كمان البابونينج وده بيرطب البشره. فهو مكوناته تقريبا كده كويسه جدا. كمان كاتبين عليه طريقه الاستخدام، وطريقه الاستخدام دي اللي انا اصلا بشرحها لاي حد. لازم نغسل بشرتنا كويس قبل ما نحط الغسول على بشرتنا، وكمان نفضل نستخدمه لمده دقيقه علشان نتاكد ان هو نشف بشرتنا. لكن ما ينفعش ان احنا نحط ميه ونحط الغسول يلا 1 2 3 واخرج على طول. ادوا كل حاجه حقها علشان تجيب لكم نتيجه كويسه. مش بس الغسول اللي عجبني في المنتجات بتاعه الشركه دي، لا كمان انا لقيت الجل ده، والجل ده هو عباره عن جل بيساعد على ضبط البي اتش بتاع البشره. مش بس كده، كمان هو بيحارب البكتيريا والالتهابات وبيعالج الحبوب النشطه وحب الشباب. انا في الفيديو اللي فات كان عندي حبايه كده صغيره جبته وحطيته عليها. اول ما حطيته حسيت بنسبه حرقان بسيطه لسعه كده، وبعد كده حطيته مره كمان بالليل. صحيت الصبح زي ما انتم شايفين الحبايه نشفت بنسبه 90%، فده عجبني جدا. وبرده ينفع لجميع انواع البشره. مش بس كده يا بنات، القوام بتاعه حلو قوي وخفيف موت. بصوا زي ما انتم شايفين، تحسوا كده ان انت يعني حاطه هوا. هحاول اوريه لكم اهو، شايفين؟ يعني انا معلش لو عملت كده هو اختفى اصلا. تمام، هستفيد انا بقى بالحبه دول وهحطهم. فهو بجد كويس. ادعموا المنتجات المصريه الكويسه. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، هجرب لكم منتجات تانية وهقول لكم ايه الحلو اللي فيها وايه الوحش. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات تستفاد. مع السلامه.